تعال اقول لك اعلى 10 مسلسلات حققت مشاهدات في 2025، ونبدا بالمركز العاشر وهو مسلسل اقامه جبريه من بطوله هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وصابرين. والمسلسل ده من نوع السايكو دراما، وهنا الزاهد اثبتت قدراتها التمثيليه فيه. والمركز التاسع مسلسل قلبي ومفتاحه من بطوله آسر ياسين ومي عز الدين، ونوعه لايت رومانسي ومكون من 15 حلقه. وفي المركز الثامن مسلسل عايشه الدور من بطوله دنيا سمير غانم، ونوعه كوميدي استعراضي وحقق نسب مشاهده عاليه بين العائلات والاطفال. والمركز السابع مسلسل ولاد الشمس من بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، وده من أتقل المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية. المركز السادس مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين، وده من أحسن المسلسلات الكوميدية في 2025. فكرته جديدة ما اتعملتش قبل كده، إن أب ربنا يرزقه ب7 أطفال مرة واحدة. نخش على المركز الخامس بمسلسل المداح واسطورة العهد من بطولة حمادة هلال، والمسلسل ده يبقى جامد جدا بالنسبة للي بيحب المسلسلات اللي ليها علاقة بعالم الجن والميتافيزيقا وحمادة هلال عامة. ونخش على المركز الرابع من مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ونيكول سابا وخالد سليم. المسلسل نوعه درامي اجتماعي رومانسي. نخش على التوب 3 بمسلسل العتاولة الجزء الثاني من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي. بالنسبة لي المسلسل نجح اعتمادا على نجاح الجزء الأول، عشان الجزء الثاني أنا مش مقتنع بيه الصراحة. والمركز الثاني مسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني. المسلسل ده كان مثير للجدل قوي، لأن فكرة التحرش بالأطفال كانت جديدة على المجتمع المصري. ونخش على المركز الأول وهو مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي. هو اعلى مشاهده في 2025، بس عشان لعب على تيمة ابن البلد الشعبي الجامد الفاجر ده غير مصطلحاته. وبكده نكون قلنا اعلى 10 مسلسلات مشاهده في 2025.